العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة 24 مواطن بفيروس كورونا اليوم. حاكم الإقليم الأوسط يقدم توجيهات العمل لمدراء الضواحي المنتخبون. دعوة لتضافر الجهود لمزيد من فعالية العمل في إقليم عنسبة. مقتل 5 أشخاص بانفجارات قرب قاعدة جوية نيجيرية. كوريا الجنوبية تحتج على مساعي اليابان لتصريف مياه مشعة في البحر. بلجيكا تؤكد إغلاق المفاعلات النووية في البلاد بحلول العام 2025. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت في مراكز العزل والفحص في الأقاليم الأوسط قد أظهرت إصابة 24 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 5 إصابات في مراكز العزل و19 في مراكز الفحص، 3 منها في قدايف و2 في وسط المدينة و2 في قحوتة و1 في كل من الفرمايو وتطرات و4 أسمرة وسرجقة وبراديزو وعد أبيتو وعداق حموس وسنبل و3 مصابين قادمين من علا وأوغارو وبارنتو. في غضون ذلك شفي 7 مرضى كورونا من الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7853 شفي منهم 7616 وتوفي 72 مريضا، فيما لا يزال 165 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 24 من ديسمبر 2021. قدم حاكم الإقليم الأوسط السيد فسحي هايلي توجيهات العمل لمدراء الضواحي ولجان القرى المنتخبون في 16 مديرية في الإقليم. ودعا اللقاء الذي جرى اليوم 24 من ديسمبر في قاعة إدارة الإقليم تلقى الخبراء من المدراء السابقين لتقديم خدمات جيدة وشفافة لناخبيهم والجد والتفاني في عملهم. من جانبه أوضح المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقي تولد برهان أن أنشطة التوعية التي جرت قبل الانتخابات أسهمت كثيرا لإنجاح العملية الانتخابية، وقدم تقرير مفصل عن العملية. وقال إن الشكاوي المقدمة خلال الانتخابات وجدت الرد من إدارة الإقليم. وقدم المسؤول الإداري والمالي في إدارة الإقليم السيد تكي قلتا شرحا في إدارة المالية والحسابات، ودعا للعمل الجيد بالتعاون مع مدراء الضواحي. وشكر المدراء ولجان القرى لتوجيهات كل جوانب العمل التي تساعدهم في عملهم. يذكر أن انتخابات إدارة الضواحي ولجان القرى في الإقليم الأوسط قد جرت من 7 حتى 30 من نوفمبر الماضي بمشاركة 300 ممثل عن كل ضاحية نتيجة الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا. أكدت إدارة إقليم عنسبة في التقييم السنوي الذي أجرته من 20 وحتى 22 من ديسمبر على أهمية تعزيز تنسيق كافة الجهات لفعالية أكبر في العمل. وقال حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى يتوجب الاستفادة من الإنجازات التي تحققت وردم الهوة للدفع بقوة لبرامج التنمية العامة القادم. وأفاد التقرير المقدم في الاجتماع صيانة 66 كيلومتر من طريق كرن هابورو و125 كيلومتر على طريق كرن أسماط، وتخصيص حافلات شركة حارات وتجري الصيانة على طريق كرن حقات عد عمر بطول 63 كيلومتر. وذكر التقرير أن عدم توازن هطول الأمطار أثر سلبا على الزراعة والعلف الحيواني، موضحا قرص أكثر من 1,000,000 شجرة لتنمية القطاع النباتي وتسيير أنشطة تربية الدجاج والنحل والزراعة الأسرية الصغيرة لتحسين حياة المواطنين.
وأشار التقرير إلى بناء أكثر من 56 ألف هكتار من المدرجات في الأراضي الزراعية ومدرجات حوضية في مجاري المياه والجبال الجدباء والمنحدرات ومساقط المياه، وبناء سدود صغيرة في 6 قرى، وإرساء عدد كبير من مشاريع المياه. ودعا الاجتماع بالاهتمام لصيانة المدارس والمؤسسات الصحية والدفع بالتحصيل الضريبي للمواشي والأراضي وحراسة الثروة القابية وتوزيع البذور المحسنة لتنمية الإنتاج وتنفيذ البرامج المعمارية والتنموية دون الإضرار بالتنوع الطبيعي. ذكر الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع الإقليم الأوسط في الاجتماع الذي عقده يومي 22 و23 من ديسمبر بأن تأطير وتنظيم المرأة الشابة من أولويات برامجه للعام القادم. وأوضح فرع الاتحاد في الاجتماع التقييمي تأهيل المرأة الراعية بتربية النحل والدجاج في مديريتي بريخ وغالنفحي هذه السنة وتدريب المرأة في الغزل. وأشار الاجتماع إلى تحقيق نتائج صحية مرضية من أنشطة التوعية المكثفة، خاصة الولادة في المؤسسات الصحية والتبرع ب 320 كيس دم بمناسبة 8 من مارس اليوم العالمي للمرأة. وأوضحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الأوسط السيدة ألم بلاي أن رفع إنتاجية المرأة في مكان العمل ومكافحة العادات التي تعيق تطور المرأة وتنظيم الدورات التدريبية لرفع قدرات المرأة وتقوية التنظيم من البرامج الموضوعة للعام المقبل. ذكر مدير مدرسة إنغوليت في مديرية قلوج الأستاذ سليمان محمد أن المدرسة الابتدائية التي تقدم التعليم في مبنى حديث ساهمت للدفع بالعملية التعليمية، وقال إن المدرسة ظلت تقدم التعليم في خيام مؤقتة منذ عام 2012 وأثر ذلك سلبا على الدراسة، وقد حلت المشكلة ببناء 5 فصول بتعاون إدارة إقليم القاش بركة وسكان مديرية قلوج. وأوضح أن المدرسة تستقبل 205 طالب بينهم 78 طالبة، ويتوقع ازدياد عدد الطلاب، داعيا أولياء الأمور لإرسال عدد كبير من أبنائهم لتلقي التعليم. من جانبه أوضح مدير ضاحية إنغوليت السيد عبد الرحمن حسين أن انتقال مدرستهم من الخيام العشبية إلى المبنى الحديث يعتبر إنجازا كبير مريح، داعيا مكتب التعليم في إقليم القاش بركة زيادة المعلمين. فاصل قصير ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. أفادت مصادر أهلية وطبية بمقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 10 آخرين بانفجارات قرب قاعدة جوية في بلدة مايدوغوري النيجيرية قبل زيارة للرئيس محمد بخاري. ونقلت وكالة رويترز عن سكان محليين أن 4 أشخاص لقوا حتفهم في منطقة غوماري أيفاي في مايدوغوري على بعد مئات الأمتار فحسب من القاعدة الجوية التي هبطت فيها طائرة بخاري بعد أقل من ساعة من دوي الانفجارات. ومايدوغوري هي عاصمة ولاية بورنو الشمالية الشرقية، مركز التمرد الذي يشنه متطرفون منذ 12 عاما، وتتعرض المدينة والمناطق المحيطة بها لهجمات المسلحين على نحو متكرر.
استدعت كوريا الجنوبية مسؤولا بالسفارة اليابانية في سيول للتعبير عن مخاوفها بشأن مساعي اليابان لتصريف مياه محطة فوكوشيما النووية المشعة في البحر. وقال مسؤولون إن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية استدعت مسؤولا بالسفارة اليابانية لديها للتعبير عن مخاوفها بشأن تقدم مشغل محطة فوكوشيما للطاقة النووية اليابانية المعطلة بطلب للحصول على الموافقة على خطتها لتصريف مياهها المشعة في البحر. واستدعت الخارجية وزير الشؤون الاقتصادية في السفارة اليابانية لدى سيول ديسوكي ناميكو للتنقل إليها وثيقة دبلوماسية تتضمن مخاوف سيول. وكانت اليابان قد أعلنت في أبريل عن خطة لبدء تصريف المياه المشعة في البحر في عام 2023، فيما يتوقع أن يستغرق ذلك عقودا من الزمن، حيث من المتوقع أن تمتلئ جميع صهاريج التخزين في محطة فوكوشيما في وقت مبكر من خريف عام 2022. تعتزم بلجيكا وقف مفاعلاتها النووية السبعة كما هو مخطط بحلول عام 2025، لكنها لن تغلق الباب أمام جيل جديد من الطاقة النووية حسب اتفاق تم التوصل إليه بين أطراف الائتلاف الحكومي. وأكد مصدر حكومي لوكالة فرانس بريس التوصل إلى هذا الاتفاق بعد ليلة من المفاوضات. وقال هذا المصدر إن الاتفاق يوفر استثمارا بحوالي 100 مليون يورو في بحوث حول مفاعلات وحدات صغيرة. وتم تبني التخلي التدريجي عن الطاقة النووية في قانون بلجيكا عام 2003، وتم اختيار العام 2025 كموعد نهائي لإتمام ذلك، وهو التاريخ الذي تعهدت الحكومة الحالية احترامه عندما تولت السلطة في أكتوبر 2020. وجرى بالفعل التخطيط لميزانية الاستثمار في هذا النوع من التكنولوجيا وفق ما قال مصدر حكومي لوكالة فرانس بريس. انتهت النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. إصابة 24 مواطن بفيروس كورونا اليوم. حاكم الإقليم الأوسط يقدم توجيهات العمل لمدراء الضواحي المنتخبون. دعوة لتضافر الجهود لمزيد من فعالية العمل في إقليم عنسبة. مقتل 5 أشخاص بانفجارات قرب قاعدة جوية نيجيرية. كوريا الجنوبية تحتج على مساعي اليابان لتصريف مياه مشعة في البحر. بلجيكا تؤكد إغلاق المفاعلات النووية في البلاد بحلول العام 2025. إلى اللقاء.